انت إمم. في حاجات في حسن كانت بتضايقك وغيرتها فيه؟ سواء في الشغل او على بيرسونال ليفل، يعني مثلا كنت متضايق انه عنده ايجو او انسكيور مثلا، مش انه طيب قوي مع الناس كلها، انه ما بيأمنش الناس بسرعه، وات ايفر. انا هاقول لك، لأ بنكشته كده لحد ما أنا أعرف فاهم، لأ حسن جات له فترة في حياته وهو أصغر شوية كان منغلق أوي على نفسه، وحويط أوي وبيحب يعني بيحسب كل حاجة وحويط، وده كان ساعات بيخلّيه ما يشوفش الدنيا وما ياخدش خبرات منها. حسن مؤخرًا بقى أجرأ في حياته، بقى عايز يشوف حاجات أكتر، عايز ياخد خبرات هتقول لي أكتر. والله لأ باتكلم جد، يروح على طول عايز يتعلم حاجات فاهم؟ بقى مركّز جدًا، جدًا في جسمه وصحته، وده ما كانش دي موجود اهم حاجه. زمان. حسن زمان كان جسمه مختلف جدًا، وكان قافل على نفسه على طول فاهم، بيلعب بلاي ستيشن في الأوضة ومش بس بيكلم حد وبتاع. فجأة جيمر حسن يعني. ما شاء الله جات له كده كنت جيمر. فترة اتغيّر تمامًا، راح للدنيا وابتدي يركّز على جسمه وشكله وعايز يتعلم ويروح وييجي، وده والله زي ما كنت باقول من شوية ده ألهمني. حسيت عارف أنت لمّا يكون صغير يبقى جازز فانت لازم وشغال تبقى في ظهره فتحس بقى ونبقى زي بعض. إيه ده؟ أنا عايز شجعك. شجّعني. فهو فدي حاجة عجبتني فيه، ومجهوده في إن هو دايمًا يركّز على شغله. يعني إن هو طبعًا حسن أكيد أول ما ابتدى كان عليه الضغط بتاع أنت أخو أحمد، مم. وكان بيحسّها أكيد، وده مفهوم. بس هو ده خلّاه يشتغل على نَفْسه أكتر، يعني زي ما هي كانت ممكن تبقى في صالحه إن هو أخويا، كانت عقبة برضه، كانت أكيد مشكلة، عشان صح. هيبقى في قلت مقارنة. لك تاني يا حبيب لا، لا قلبي. خلّيك والله خلّيك. طب ممكن تحط لا ما كمل. تقلقش هيساعد نَفْسه، إحنا في بيتنا يا احنا باشا، في بيتكم إحنا بالظبط. عندك احنا مش بنتكسف. يعني سنين السنين. فهو خلّى ده خلّاه يشتغل أكتر 20 مرّة مثلًا عشان يقول أنا باثبت نَفْسي بعيد عن أخويا.